النادي الاهلي. فانا بتمنى ان نادي الزمالك يكسب بيراميدز النهارده ويخلصنا من بيراميدز. بصراحه دي الحقيقه. انا كراجل اهلاوي عايز الزمالك يكسب عشان العبه في النهائي، مش تقليل من الزمالك ابدا والله، ولكن الزمالك دلوقتي حاله لا يسر عدو ولا حبيب. فانا بتمنى ان الزمالك يكسب، ولاعب الزمالك هيكون اسهل ليا من بيراميدز شويه، انما يا جماعه لو وقعنا الاهلي وبيراميدز في بعض دي مش هتبقى مباراه كوره، ده هتبقى عركه وخناقه في الامارات ما بين الاهلي وبيراميدز، وهتكون قمه كبيره جدا 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 ما بين، يعني انا بصنف دلوقتي يا جماعه بصراحه بيراميدز. يعني انا دايما كنت ادي الاهلي وصن داونز، واقول الاهلي وصن داونز هي قمه الكره في افريقيا، هي قمه الكره في القاره الافريقيه. بقول لك بقى لو بيراميدز لعب الاهلي هتكون هي قمه الكره في القاره الافريقيه كلها، مباراه بيراميدز والنادي الاهلي. ده لو يعني انا بتمنى ان احنا نلاعب الزمالك، بتمنى النهارده ان نادي بيراميدز يخسر مش كرها في بيراميدز ولا حبا في الزمالك، ولكن انا بدور على مصلحتي، انا بدور على مصلحه فريقي، بدور على الفريق اللي اسهل لي ان انا اكسبه واعمل عليه مباراه كبيره جدا، خصوصا في ظل تراجع مستوى النادي الاهلي ولاعيبه